أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كلمة بمناسبة ختم صحيح البخاري في رمضان لسنة 1441 موافق 2020. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. أيها الإخوة الكرام والأحبة في الله والإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فإننا بحمد الله قد اعتدنا منذ شرطنا سرد صحيح البخاري وختمه في شهر رمضان، مضيفا إليه في بعض السنين صحيح مسلم والشفاء للقاضي عياض، اقتداء منا بشيوخنا الكرام وملوكنا العظام، فإنهم رحمهم الله يستغرقون أوقات رمضان في تلاوة القرآن وسرد أحاديث وسيرة سيد ولد عدنان عليه من الله أزكى الصلاة والسلام والرضوان، وخصوصا منهما صحيح البخاري ومسلم لاتفاق الجميع على صحتهما وفضلهما. ورحم الله الشيخ سيد عبد الرحمن الجشتيمي رحمه الله في ترجيح البخاري وتحريض الأئمة والفقهاء على الاشتغال به وبعمارته في رمضان، فقال رحمه الله: هذا هلال رمضان دخل، هذا أوان ربحنا قد أقبل، واعرض عن الصفار والفخار، واستغرق الأوقات في البخاري. فكنا بحمد الله نبتدئه برجب ونختمه ليلة 17 من رمضان، موافقة لغزوة بدر الكبرى التي أعز الله بها الإسلام والمسلمين، فاخترنا الختم فيها لفضلها. نعم، قد كنا في الأعوام الماضية نقرأه ونسرده بأنفسنا مع طلبتنا حديثا، وعند الختم يجتمع الجم الغفير من الناس تبركا بختمه وتعرضا لنفحة من نفحات الله. ففي الحديث: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. أما في هذه السنة فنظرا لظروفها الصعبة والحجر الصحي الواجب منا جميعا احترامه والعمل به حفظا للصحة ووقاية للأنفس، فقد وزعنا سرده على بعض طلبتنا ممن له معرفة ودراية وأمانة لما أسند ووكل إليه ليقرأه على حدة ببيته، كما وزعنا عليهم ختمات القرآن والشفاء، فسرد كل منهم حصته الموكولة إليه بجد وحزم وأمانة وطهارة حسية ومعنوية كما شرط عليه، فجزاهم الله خيرا ونفعنا وإياكم وإياهم ببركة ما تلوناه وسمعناه. ولما لم يتيسر الحضور والاجتماع بالأجسام آثرنا ختمه بحضور واجتماع إلى الأرواح، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، سائلين الله تبارك وتعالى أن تنال الجميع نفحة ربانية وبركة صمدانية من تلك النفحات والبركات، إنه سميع مجيب الدعوة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الآن إن شاء الله نشرع في سرد البخاري. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بهذه الكلمات ختم الإمام البخاري كتابه رحمه الله، ونفعنا وإياكم ببركاته، ونذكرها مرتين وثلاثة تبركا به. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ننتقل إن شاء الله للشفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال القاضي أبو الفضل: هنا انتهى القول بنا فيما حررناه، وانتجز الغرض الذي انتحيناه، إلى أن قال: ونحمده تعالى على ما هدى إليه من جمعه وألهم، وفتح البصيرة لدرك حقائق ما أودعناه وفهم، ونستعيذه جل اسمه من دعاء لا يسمع، وعلم لا ينفع، وعمل لا يرفع، فهو الجواد الذي لا يخيب من أمله، ولا ينتصر من خذله، ولا يرد دعوة القاصدين، ولا يصلح عمل المفسدين، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلاته على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نشرع في الدعاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم ببركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعله شفاء لقلوبنا وأبداننا، وغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدودنا ولشيوخنا ولمن له الحق علينا وللمؤكدين على الدعاء، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا بلغته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كل من وصانا بدعاء الخير من الله والأقارب والأصدقاء والأحباء، اللهم بلغ مقاصدنا ومقاصدهم على أحسن الأحوال. اللهم اجعلنا من الرابحين في هذا الشهر المبارك، واعتق فيه رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا، واغفر فيه ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مولانا أمير المؤمنين، اللهم انصره على الحق، واصلح به البلاد والعباد، وبارك له في ولي عهده وفي جميع أسرته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا غضبك ومقتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا كما وعدتنا، اللهم لا تخيبنا مما سألناك، ولا تحرمنا مما رجوناك، واحفظنا وإياكم في المحيا والممات، إنك مجيب الدعوات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.